السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الأهلي القادمة مع طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد فوز فريق الأهلي على فريق إنبي في المباراة السابقة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل أهداف الأهلي في هذه المباراة الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد شريف، والهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد عبد القادر. ويستعد فريق الأهلي بعد هذا الفوز لمواجهة فريق طلائع الجيش في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة المباراة المؤجلة من الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز فريق الأهلي على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-1. ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 27 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وهزم في 11 مباراة، ليكون الفارق 30 نقطة بينه وبين فريق الأهلي. ويسعى فريق الأهلي بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الابتعاد بقمة الدوري المصري عن أقرب المنافسين. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023 26/5/2023 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفلسطين، 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد الكلية الحربية، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى. ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.